لكل الامهات الجداد اللي خلفوا جديد وبيتسالوا عن التجربه الجديده اللي بيمروا بيها واللي الرضاعه بتشكل جزء كبير جدا منها. الايام دي بقى في سؤال تاني زاد على الاسئله دي: اعمل ايه في الرضاعه مع الصيام؟ اصوم ولا ما اصومش؟ طب لو صمت ده ممكن ياثر عليا او على طفلي؟ اولا لو ربنا قدرك انك تصومي وحسيتي ان صحتك كويسه وتاكدتي من ده كويس جدا صومي، ولكن لو حسيتي مش تقدري ديننا ادانا رخصه وممكن نستغلها جدا في الوقت ده وممكن تعوضي الايام دي بعدين، وديننا دين يسر مش عسر. دلوقتي اول حاجه لازم نتعرف عن اللبن ده بيتكون ازاي وامتى وفوائده ايه بالنسبه للطفل. بيعتقد ان لبن الام ده بيتكون عند الولاده بس ده معتقد خاطئ. لبن الام بيبتدي يتكون من اسبوع 27 ل 29 من الحمل، بعد كده بيتخزن في الغدد المسؤوله عن تخزينه في الثدي وبيفضل موجود لحد عمليه الولاده. بعد ما الام بتولد ساعتها لما تبتدي ترضع ابنها ده بيستفز الغدد النخاميه في الجسم ان هي تفرز هرمونات. الهرمونات دي بتروح تحفز الغدد الموجوده في الثدي ان هي تفرز اللبن اللي كان متخزن فيها، وبتتم عمليه الرضاعه بمنتهى السلاسه بعدها. اللبن ده بيفضل زي ما هو من اول ما الطفل يتولد لحد ما يتفطم؟ لا، اللبن ده مكوناته بتتغير تقريبا 3 مرات، وتغيرات المكونات دي في صالح الطفل جدا لانها بتمده بكل الغذاء اللي هو ممكن يحتاجه. اول مره اول 5 ايام بيكون لبن اسمه كلوسترم اللي هو كما متعارف عليه عندنا اسمه لبن السرسوب. ده بيكون فيه مكونات بتحفز على نمو الجهاز العصبي، بتساعد في تحسين وزن الطفل، وكمان بتساعد على تحفيز الجهاز الهضمي ان هو يشتغل وتبقى عمليه الاخراج بتمشي بطريقه كويسه. تاني مرة هي من يوم الخامس لحد اليوم ال21 وبنسميه ترانزيشنال ميلك لأنه بيكون مرحلة انتقالية. بيجي بعديها المرة الأخيرة اللي بنسميها الماتيور ميلك أو اللبن اللي بيفضل قاعد مع الطفل لحد ما يتفطم فعلا. اللبن ده بيكون غني جدا بالفيتامينات والمعادن والأجسام المضادة اللي بتساعد في إنه الجهاز المناعي بتاع الطفل يكون قوي جدا ويعرف يحارب العدوى. بعد ما عرفنا مكونات اللبن، هل مكونات اللبن دي ممكن تتغير مع الصيام بتاع الأم؟ هي مش بتتغير، ولكن في تغير ممكن يحصل للأم. في العادي الإنسان الطبيعي بيفقد سوائل، ولكن في حالة الأم المرضعة هي كمان بتفقد سوائل زيادة مع عملية الرضاعة، وده ممكن يعرضها للجفاف. ليه ممكن يعرضها للجفاف؟ لأن هي مش بتقدر تعوض الحاجات اللي فقدتها أثناء فترة الصيام غير بعد الفطار. والأم لازم تراقب نفسها كويس جدا، لو حاسة بالأعراض دي مفروض تفطر على طول. البول لونه بيتغير وبيكون غامق وكميته بتقل وكمان ريحته ما بتكونش لطيفة. الأم ممكن تعاني من صداع مزمن يضايقها جدا، وبالآخر بتحس بعطش وجوع شديد وبتحس إن ريقها ناشف. الجفاف اللي بيحصل للأم بينعكس على الطفل، ممكن الطفل يعاني من الجفاف. ممكن ايه يحصل له؟ ممكن برضو انه لون البول بتاعه يتغير، كميته تقل وريحته ما تكونش لطيفه، تحسي ان طفلك مقريف ومضطرب ومش عارف ينام كويس، بيعيط كتير ومش مرتاح. ده غير ان جلده بيفقد نضارته لان هو بيعاني من جفاف. لو ما مرتيش باي حاجه من الحاجات دي وتمام وكل حاجه تمام، نيجي بقى لحته الوقايه. انتي تعملي ايه عشان تقي نفسك انك تعرضي للاعراض دي؟ اول حاجه تشربي من 2 ل 3 لتر من الميه في فتره الفطار، ما نشربهمش كلهم مره واحده عشان ما نحسش احنا مش قادرين ناخد نفسنا ومش قادرين اصلا نتعامل مع اي حاجه. ولو انتي صايمه ابعدي عن الشغل المرهق عشان ما تفقديش سوائل زياده. ولو تقدري وده هيكون مفيد جدا انك تجهزي اللبن لطفلك قبل ما تصومي وتحطيه في الثلاجه وتحفظيه ليه ويكون لبن طبيعي عادي، ده هيفيدك جدا في فتره الصيام. نبعد عن الحاجات اللي ملحها كتير وسكرها كتير والكافيين لان ده كله بيخلي الجسم يفقد سوائل زياده. بالاخر اهتمي بالفيتامينز بتاعتك واهتمي باكل كويس جدا وكلي وجبه صحيه متوازنه عشان تغذي جسمك بكل حاجه هو محتاجها. ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب على قناه طفلي لايف على اليوتيوب، وكمان ما تنسوش تنزلوا الاب طفلي لايف على الاب ستور. نتمنى لكم صيام مقبول وذنب مغفور ان شاء الله. كانت معاكم الدكتوره هبه الله مصطفى ودمتم سالمين.